السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا بقى كده قبل اي حاجة نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا كده معايا كمية من الكوسة. بصوا قطعتها كلها وسبت كام واحدة كده هقطعها قدامكم ومعاكم. الكوسه كده بجيبها المقاس دوت وبشرشرها كده بالمقوار بشوكه علشان بس تديني شكل حلو بس مش اكتر. تمام. و يعني واقطعها كده بقى من تحت ومن فوق. وبعد كده هقطعها بعوجه. تمام. عايزه تقطعيها بالطول، في بيقطعوها بالطول وفي بيقطعوها بعوجه، بس انا بستحسن ان هي اقطعها بعوجه كده شويه تدي شكل حلو جدا. هنعمل ايه بالكوسه دي؟ هنعمل كوسه بالبشاميل حلوه جدا وطريقه سهله و اكله لذيذه يعني وخفيفه وما بتبقاش تقيله. فتعالوا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض. قطعت كده يعني نضفت كده الكوسه كده كلها. الكميه ديت كميه 2 كيلو ونص تقريبا. تمام. وبصوا بقى هقطعها كده، هجيبها من النص كده بالسكينه وهجيبها بميله كده واقطعها. تمام. مش عايزاها سمكها تكون رفيع، بصوا عايزاها السمك اللي هو دوت كده تكون مقاسها سمكها حلو علشان تستوي معايا السوى المعقول، يعني ما تتهريش مني. تمام. ولا تطول معايا في السوى لو انا قطعتها تخينه شويه. حلو الكلام حلو الكلام. بصوا تقطيعه سهله جدا. بس كده هروح بقى اغسلها كده واجيلكم تاني كده. واول ما غسلتها رحت على على البوتاجاز. معايا اللحمه المفرومه اللي انا معصجاها ومسبكاها معاكم في تفريزات رمضان، ومعايا اللحمه المعصجه اللي هناك ديت برضو عاملاها معاكم. بصوا طلعت كل حاجه جاهزه معايا. وهعمل ايه في الحله دي؟ هعمل البشاميل. معايا 3 كوبايات من السمنه و3 كوبايات من الدقيق. وهعمل البشاميل كده على السريع، وانا عملته معاكم قبل كده فما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. تمام. ركنت البشاميل وتعالوا هنشوف هنعمل ايه. هنشوح الكوسه مع بعض. يبقى انا معايا كل حاجه جاهزه. الصلصه اللي انا سبكتها معاكم وحطيت فيها اللحمه المفرومه في تفريزات رمضان. ارجعوا للفيديوهات بتاعه تفريزات رمضان وشوفوا الوصفه كنت عاملاها ازاي. والحله اللي هناك دي تعصيج اللحمه. وجبت الكوسه هنا حطيت عليها ملح وفلفل اسود ومعلقتين من السمنه كده، تكون سمنه بلدي حلوه كده وتكون ريحتها حلوه عشان تعلي التست معايا. تمام. هشوحها حلو جدا واكون معليه النار علشان خاطر مش عايزاها تفضل تنزل في ميه كده، انا عايزاها تشرب ميتها، تنزل ميتها وتشربها. وهحط كده 2 3 فص من الثوم. والثوم بقى هنا عامل مهم جدا، بيدي طعم حلو جدا للكوسه. لو نسيتيها بجد هتندمي. الثوم حلو جدا في الوصفه دي. تمام. وخلصت كده وشوحت كده الكوسه حلو. ومعايا كده بيضايه هحطها على البشاميل. وتكون البشاميل ما يكونش سخن قوي علشان خاطر البيضه ما تستويش جوه، او ان انا هقلب بسرعه جدا علشان خاطر برضو البيضه ما تستويش جوه. حلو الكلام. ومعايا بيضه تاني هركنها على جنب، هنشوف هنعمل بيها وش البشاميل من على الصينيه من فوق. تمام. نفس التريكات بتاعه المكرونه بالبشاميل، بس مكان المكرونه هنحط الكوسه. بس كده حطيت في ارضيه الصينيه البشاميل. تمام. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احط بقى كده البشاميل على الكوسه واقلبها حلو جدا علشان خاطر عايزاه كل كوسايه كده تكون متغلفه بالبشاميل وتبقى حلوه قوي وجوسي كده وتبقى حلوه. تنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه يا جماعه. حطيت بقى البيضايه التانية وحطيت فلفل اسود عليها علشان خاطر ما تدينيش اي زفاره. وهقلب حلو جدا.
نلم حواليا كده اول باول علشان خاطر تبقى عارفه ان انتي بتنظمي حاجتك وتكوني بتخلصي الحاجه بسرعه. الكوسه هنا بقى برصها واحده واحده علشان خاطر لازم هي كده تبقى مرصوصه عشان تطلع معايا حلوه، والخرطه بخرطتها كده وتبقى حلوه. ادي كده اول طبقه، وهحط بقى اللحمه المفرومه اللي هي بالطماطم متعصجه كده ومحطه لها ملح فلفل اسود ومظبطه كده الطعم بتاعها، بتبقى حلوه جدا. وحاطه معلقه صلصه عشان تدي لون غني معايا. وهحط بقى شويه من اللحمه المفرومه المتعصجه اللي قدامكم ديت، بتبقى حلوه جدا يعني في الوصفات اللي انا بقول لكم عليها، المكرونه او الكوسه كده يعني، بتبقى حلوه جدا. تركايه حلوه جدا، جربوها وقولوا لي رايكم ايه. فانا بحب احطها. لو عايزه تستغني عنها تستكفي بالطماطم باللحمه المفرومه تمام. وكمان هحط بقى الطبقه التانية للكوسه. بس كده هدخلها بقى الفرن على نار عالية جدا وتستوي معايا وتاخد لون وتبقى حلوة جدا. تعالوا كده بقى هنشوف الوصفة اللي بعد كده، اللي هي الفراخ اللي انا برضو متبلاها معاكم في التفريزات. طلعتها وفكت معايا، وطلعت بقيه ال التتبيله اللي انا برضو قلت لا مش هستغنى عنها، لا هحطها في كيس. لا طلعتها وحسيت ان التتبيله مش شاربه قوي في الفراخ، لان زودت فراخ يعني. فروحت قلت لا انا هحط في ارضيه الصينيه كده التتبيله، وبعد كده هحط الفراخ تاخد برضو وتسيح معايا وتفك، وتاخد بقى من طعم كده وتتبلي الحاجه حلو كده وتبقى طعمها حلو. التتبيله ديت حلوه جدا بالطماطم وبدبس الرمان وبالتوابل بقى اللي انت تحبيها، وكانت حلوه جدا. برضو رجعوا للفيديو بتاع التفريزات وشوفوا التتبيله، وكانت خطيره زي ما شفتوا في صوره الغلاف. الصوره بجد العين بتاكل قبل البق، فكان شكلها شهي وحلو جدا. ما كفتش معايا، فروحت عامله صينيه تانية كده وحطيت شويه من الزيت علشان خاطر ما تلزقش معايا. وايه قلت لا مش مكفيه معايا في الصينيه ديت، رحت قسماهم عشان تاخد راحتها بقى كده في السوا، وحطيتها على صينيتين. باقي التتبيله من اي حاجه ما ترميهاش، بتنفع في الحاجات اللي زي دي. بدل ما اعمل تتبيله من اول وجديد، هي التتبيله الحمد لله ان انا ما استغنيتش عنها. بس كده هحطها بقى كده في الفرن، ودخلت الكوسه ودخلت الفراخ كله في الفرن. وتعالوا نشوف بقى هنعمل صينيه رقاق. جبت صينيه وحطيت كده شويه سمنه محترمين، والحله اللي قدامكم ديت فيها شوربه وحطاها وموطيه عليها النار خالص، ولازم الشوربه تبقى سخنه. وجبت الرقاق بتاعي تمام، هنسقيه كده الشوربه كله يبقى عايزه ابل الرقاق كله بالشوربه. الشوربه تكون مطعمه وتكون حلوه وتكون ملحها مظبوط علشان الرقاق بتاعك يطلع حلو ويطلع جميل ومسكر. كله هيبقى ايه، كله لما يستوي كله هيمسك في بعضه، فمش مهم ان ايه الرقاق تتكسر ولا حاجه. تنسيش بقى لايك وشير، بالله عليكي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، عشان بجد محتاجه القناه تكبر باذن الله يا رب العالمين. قولوا لي بكح ليه، مش عارفه والله، مش عارفه بكح ليه. الحمد لله. بس حطيت 4 من الرقاق تحت، واحط بقى اللحمه مفرومه، وبعد كده هحط 4 تاني تمام. انا بعملها ب8 يعني، 4 فوق و4 تحت وبس كده. الرقاق بتاعي بيبقى مظبوط وحلو جدا. في بقى بتحطيه في الفرن او تحطيه على النار من فوق. انا بحط الشياطه بتاعه الرز وبوطي عليه وبسيبه بقى كده، وبخرج بيقعد بقى براحته يستوي ويتكتك كده وما بيلزقش الحمد لله. وادي الرقاق بعد ما استوى، بصوا ما شاء الله طري
وحلو جدا. يا رب يكون واضح قدامكم ان هو طري بجد، كان طري وكان حلو وكان طعمه خطير. انا الرقاق ده بجد بعشقه يعني، بس كان سخن بجد عليا فكنت عايزه اقطعه عشان كان خلاص المغرب. وادي الفراخ بصوا بقى بعد ما استوت يا سيدي على الجميع. هحط الفحمية كمان هديها طعم الفحم كده، طعم الفراخ المشوية يعني. ايه الصوت دوت؟ اقول لكم كان في الشارع. بس يلا بصوا بقى بعد الفراخ بقى ما استوت حطيت لها الفحمية زي ما قلت لكم، وتاخد بقى طعم الفحم، وكانت يا سيدي على الجميع. تمام. دي الفراخ بقى دي رحت لما قسمتها على صينيتين رحت عملت ايه، حطيت لها شطه. يبقى عملت صينيه بشطه وعملت صينيه من اللي مش عايز من غير شطه، اللي هو المتغطي بالستانلس دوت من غير شطه، وديت عملتها بشطه كده وكانت خطيره بجد. وادي كمان الصينيه التانية، ويا سيدي بقى كانت يا ريحه خرافه. بحب ريحه الفحم جدا وبحب ريحه المشويات، فده كمان بقى اللي هو ايه من غير شطه. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.